الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، ما زلنا مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم حول أمر في غاية الحزن والألم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معروف في السيرة النبوية بحادثة الإفك. إفك كلمة عربية معناه الافتراء على شخص، والغاية هنا الافتراء على السيدة عائشة بأنها قد زنت. يا لها من كلام كبير، سنتكلم حول ذلك وماذا جرى مع الرسول ومع أهل بيته ومع أهل المدينة. برايد عزيز إيرو أمي بحثها مسألة برمازن معرفت كاره بيجا بلكي حياتا پیغمبر دا جعالی گرانی دا بلا و مصیبته که او خاصا گران نات بو سر پیغمبر. سر تا بشک زرارتنه، پشتا تا بشک زرارتنه، دست تا جیب زرارتنه، فقط شخص که بقدر و قیمت و بکرامت و بشرف و ناموس بن، انسان زمان خل ناموس های درش که جرا بيجا جنا تزنا كريه چقدر تشتكي مازن اجازاتك وكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قدر و قيمت او خانماوي كلفتاوي بكرديد بجن كلفت خانم هفجين خانماوي دايكا مسلمان اوك خادت بجن دي مسلمان انا حضرت عائشة جرا قلت والله عائشة زنا كريه مصيبتك وساكنو امي انا في مسألة هاني بجن كو پیغمبر صلى الله عليه وسلم قصة زحمت ديت وبراستي مالباتاوی تبع بسلمان خادی غیرت و خواهی ناموس قصة زحمت دیتن دوان دمه هانه دا اما انا بحثا يمكن ان شاء الله. طبعا في الجمعة الماضية او في درس الماضي قلنا حينما كان المسلمون يعودون من غزوة بني مصطلق حاول المنافقون ان يحدثوا الفتنة بين الاوس والخزرج ولكن لم ينجح. ما حصل بينما الرسول يعود من هذه الغزوة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذهب إلى الغزوات يأخذ معه أحد الزوجات، يعمل قرعة، وأي قرعة أي امرأة تخرج قرعتها هي تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لها حكمة، لأن هناك قبائل النساء يدخلوا في الإسلام، يحصل هناك مسائل مع النساء، فكان النبي يحتاج أن يكون معه أحد زوجاته، يكون حلقة الوصل بين النبي وبين سائر المسلمين أو المسلمات. فهذه المرة خرجت قرعة السيدة عائشة وهي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هي في طريق العودة حصل ما حصل سنقول. دفي حربك ما تشويقو ما جو غزوة بني مصطلق. مصطلق مكان يكو پیغمبر چوهات عادتك پیغمبر واهو عليه الصلاة والسلام وقتك بچونا شركي جنك خوب خراد بر اوجي جن پیغمبر هبون چند حبون نکو کیف هایش کرا داد گو گلو جنا قرعه کی چکم قرعه پارا کید که قرعه زانن چیه ام بج ناف دنفسینی یا جی بشکل کی جکیرا درکت قرعه مجرد بجن اجا دبی جاری دا قرعه حضرت عائشه درکت يعني ناف جوی درکت اوید قال پیغمبر هر صلی الله علیه و سلم لورا ج حکمت کوان جنا پیغمبر چون یا جی خانمه کا قراد بر پیغمبر سروکه رهبره مرشده بلکه اینکه انسان هاتن خواستم کیفن اسلامه میره وان جنه وان عائله وان جنت خوازه سواله کی بکه فقیر ورش پیغمبر سوال که اف ظلام اف جن بچکی زحمته پیغمبر لو ما هردم جنه کا خود گل خود بر جار هد گو جنه وان بن مسلمان سواله کی ته کرنه سواله کی کو گریدای بجنایه بی وقتانه لازمه یک نزدیک پیغمبر هبه او جواب آمده درد و کل سوال ماش پیغمبر را بینه وی جارانه جی قرآن حضرت عائشه درکت و اود قال پیغمبر بچو صلى الله عليه وسلم دهاتن دا تشتك چيبو ما حصل وهم يعودون في الطريق ليس مثل الآن بالسيارة كم ساعة ربما أيام. حينما يعودوا في أحد الأماكن بالليل يستريحون، وكان من عادة النساء أن يبقين في الهودج. هودج شيء يحطوا على ظهر الجمل المرأة تدخل فيها اسمه هودج. فكان بعض الصحابة يحملون هودجها وهي فيها وينزلوها. فبينما هم في وقت يستريحون بالليل هي خرجت لقضاء حاجتها خارج المعسكر. فحينما عادت رأت بأنها قد فقدت شيئا قلادة، يعني أمور الزينة في أعناق النساء، فهي تعود حتى تبحث. فلغاية ما ترى وتعود
فترى بأن الجيش قد ذهب، فهي تبقى هناك. يقول ربما بعد فترة يلاحظون بأني غير موجودة فيعودوا، فبينما هي تنتظر فهي تنام، واستمر الأمر هكذا. چه بو دما كنت زفرن عادات بوش خالجي كي سرحت كرن تو وقتا يسرحت دا شاب عسكر سكنان دينا بري جنا تديو جانا فيلمات دينا فيلمي كيفن جراب عربي بجن هودج تشتكي داتين سر پشتا دفا جن تدات سكنه دوري دارن قرتيه وكا مالككي وكا فياد قرتيه يعني جنة وكا سلام مجموعة تدها مشتاح برحت وهاد كان عادته وان بو يعني بريا اسلامي دا حضرت عایشه اوج هودج داتینه گنج بچوک کیلو یتنه 45 کیلو هیتنه 4-5 نفر وقتی که را که ناکفن فرقه 45 کیلو چخاسه اوج بشه دبیز هر وش دست میجه کی بگرم توزه کی دور شه یعنی مقداره کی حتی کتی فقیر دنره وای او کی یتنه او بکردی بجن گردن لخ او کد کن گردن خداوی قرقا گردن او کردی قرقا تید من گردن ام آزاد که گردن او ایت قرقا وانده اولاد به وای گردنم هم دابیه خوشکاوی اسما دایکی فقیر چه حتی دینه ته وای چونه بلن کرنه نت فرق دابونه اوج خاطر دبیجه والله محقق داویه بزفرن تماشاکن وای استنامه بلکه پیغمبر سواله کی کر استنامه بزفرن ودوی اسنای هانه ده فقیر تخودات چه و مساله دوامت که طبعا بينما هي تنتظر فهي تقول غلبتني عيني هي تنام هناك فلا تشعر إلا وأحد الصحابة وأحد الأشخاص يقول إنا لله وإنا إليه راجعون غير هذه الكلمة لا يتلفظ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون كان أحد الصحابة اسمه صفوان هناك رواية يقول بأنه كان يأتي في مؤخرة الجيش ربما فقدوا شيء حتى يجمع وبعضهم يقول كان نومه ثقيل بقى في النوم فحينما هو يأتي يرى عائشة فقد كشفت وجهها وهو يقول أو هي تقول كان قد رآني قبل ما يأتي أمر الحجاب بالفوق يعني بالغطاء الوجه هو تقول فقط إنا لله وإنا إليه راجعون فهي تقول أنا سمعت بصوته والله لم يكلمني كلمة ولا أنا كلمته بشيء قيل هذه الكلمة فأناخت الجمل فهي ركبت الجمل وبدأ يسوق الجمل حتى لحق بالجيش هذا ما حصل لم يحصل غير هذا ما حصل بعد ذلك هو سنقول المصيبة بدأ بعد ذلك تشتك تشيبو عائشة بيو رعت بو مهلاك بو بري چول ازاني انا ام 3 ساعات بسيارة چن ام هلاك ده حساب كوانا چند روجا مشي انا گرمه زحمته دبي مقوم محقق بزفرن والله جاميرا دبي ناتن دبي ناويدا دبي خوا من هذا اسكتم خو مخندي تيا دبي تشتي كومدي دنگكي تيمن دبي جا إنا لله وإنا إليه راجعون أبيا معناوي عادة أم كان جبي كلمات بجن سؤال جوات كنت بيراودا كان جبي كلمات قوتن وقتك يك دمرة عفر مجبرة وقتك يك دمرة أم بي كلمات بجن أبي صحابي نابي صفوانه يعني اشخاص فقير وزانا مصيبات كمازن تشيبو إنا لله وأنا بقى بجا مرنا بيدي تشكير حتننا أو حضرت عائشة الناس كذبه حضرت عائشة بجا بريكو أمر حجاب ولا أثر شعب قرتنه كو سري خباش بقرن دبي مديت بجاركي صحابية ده إنسان نابد شيء تهفت دينه يعني ناس كأكو عائشة دبجا إنا لله وإنا إليه راجعون دبي جنا پیغمبر وكيدي تشكي نابجا عائشة دبجا السرفي دنگ شيار بو مش خورا بو سرچاوه خود گرد دبي والله تی کلمه که دیگه من خبر نده بس تشتی که دگو إنا لله جنا پیغمبر إنا لله وإنا إليه راجعون دبيت نخواره بيال دبي سيارت به و عجلت که گیجه جيك مسلمان چونه لبي وا إصلاحات كند چه لبي سكنه گیجه وان و دبي دا إجا مشكلة دوامت که فبعدما يلحق بالجنود وهم ينتظرون في مكان آخر يستريحون لأنه في الطريق في عودة إلى المدينة يبدأ المنافقون الذين لم يصلوا إلى هدفهم حينما حاولوا أن يجعلوا الفتنة ويشعلوا الفتنة بين المهاجرين والأنصار يقول قد وقع النبي في يدنا مرة أخرى سنتكلم في عرضه وشيئا فشيئا تلميحا إشارة من يمين من الشمال يتكلم يقول حصل ما حصل بين عائشة وهذا الأمر
لغاية ما يصل إلى المدينة والخبر ينتشر 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 بين الناس. فبعض الناس بدأوا يتلفظون، حتى بعض الصحابة كذلك قد زلت قدمهم، وكذلك بعض الصحابة الكبار يعني تكلموا في هذا الأمر. فالله عز وجل بعد ذلك سنقول ماذا أعطاه من العقوبة. دما كوانا هاتن گیشتمان عسکری هانه و اسرعت کن اولا خبردان هدی دست بکر. سروک خبردان کیه؟ اف مزنف منافقه کناوی عبدالله کره سلول عفوا. اف عبدالله کره سلول دورا خوش داره که فتنه نابره اوسو مهاجر و انصاره دا چه کرد؟ جمعه چی ما بعض کرد؟ بسر نکد فرصت گو اف فرصت از فرد خبردان کی چه کم؟ از بیجم والا جناوی زنا کریه. عائشه بی صحابیانه را زنا کریه لو ما داوید آمانه. و هدی خبردان لوی بلاد که و حتی تین مدینه هدی اف خبردان وکینا بمبا کید مدینه دا بلاد به عائشه و فلان کسی زنا کرنه. مصيبات كمازون خبردان درتي. طبعا عائشة تقول حينما هم يعودون إلى المدينة هي تمرض، حكمة الله عز وجل شهرا كاملا فهي مريضة لا تشعر بشيء، لا تسمع ولا كلمة، فقط هي تقول كنت أشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر حنانه اتجاهي مثل السابق. في الأول حينما كنت أمرض كان النبي يظهر الحنان أكثر. هذه المرة يأتي إلى الباب كيف حالك أنت بخير ويخرج، هي لا تشعر بشيء، شهر كامل وهي لا تدري، والناس يتكلمون إلى أن فرج الله عز وجل. حكمت خواده چواد زفر مدينة حضرت عائشة نخوشت كبه مهكي نخوشت كبه مهك فقيرت بجاز مهكي نخوش مهايا مش تشتكينينه نزانها نزانه چه بیه چه نبیه، فقط بجم تشتكي فهم ذكر پیغمبر وكنا بري دقل من نرم ننا كيف خوش ننا يعني تيد بيت چواني تباشي باش ميدارتكم اوتشه دبي من ويا فهم كرك وهاي پیغمبر وهاي فقط چما وهاي از ويج نزانم پیغمبر نوهابو بري از نساخت كتم ده نرمو كيف خوش ود چو دهات في جاره پیغمبر نه، اما تشواني باشي او در تيت چه او خبردان بلا بيا مهكي فقير نخوشت كبه. في الأخير هي تسمع بالخبر فتستأذن النبي حتى يذهب إلى بيت الأب وأم، يذهب إلى بيت أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يقف، يستشير أهل بيته ماذا تقولون، يستشير علي، فعلي يقول يا رسول الله إشارة عندك أزواج أخرى يعني إذا تحب أن تطلق طلقها، ولكن هي زوجتك أنت تعلم أكثر منا. وبعض الشيعة هذا الكلام الذي يتلفظ به سيدنا علي يقول لذلك عائشة كانت تكره علي كذب وافتراء. سيدنا علي قال رأيه، وسيدة عائشة لم يجعل هذا أو لم تجعل هذا سببا لكراهيته، ولم تكن تكره سيدنا علي أبدا، فهذا كذب من الشيعة يفترون بها على سيدة عائشة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أسامة بن زيد يا أسامة ما رأيك في زوجتي، ماذا تقول في حقها؟ أسامة كان يذهب ويأتي إليهم كثيرا، هو كذلك لا يقول غير الحق، والله يا رسول الله لم نرى منها شيء. كذلك عندها جارية يقول نسأل الجارية التي تخدم عائشة تقول ماذا رأيت على عائشة، هل رأيت شيئا؟ هي تقول لم أعب عليها إلا شيئا واحدا، هناك عيب واحد عند عائشة، ما هو؟ هي تقول حينما تطعن الطحين يعني حينما يعمل العجين فهي شابة وضعيفة تنام قبل ما تنتهي من العجين يعني، فيأتي الدجاجة والعنز هكذا يأكل من العجين، هذا هو عيبها، غير هذا لا يوجد لها عيب، لم نرى شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أهل المنزل يكون على ثقة بأنهم لم يروا شيء ولا يشكون فيها، والرسول كذلك لم يكن يشك، ولكن ماذا يفعل؟ ينتظر. تشتيك تشيبو مهكي درباس بو عايشة بي حسيا يعني شبكي بي حسيا والله واي خبردان قوها چه بيه عايشة پیغمبرات به اذن تا يزار مالا بابه خو يزار اوج مراد بجن چه مالا بابه خو لی پیغمبر جوان ناسکنه بني حساب کن مهكي وحي تنها مهكي نخو هي نه وحيش پیغمبرانات يسروي مسألة تشكي تنه
افياجي علامات تشيك وحي دست پیغمبر داننه يعني ولا تخوازم وحي كي مراوره هاشتا وحي نا دستي دانه خدای کینگا بخوازه وحي تشینه يعني دردك او قسم مازن اتي سر پیغمبر ما هيك وحي تنه ور حاصل وحي نات پیغمبر چت که ناسکنه صاحب مالبات خو سوال که علي سوال که علي دبي در حق فاطمه عائشه دبي چه علي دبي يا رسول خدا والله جن برن يعني جنتا برن يعني وكبيت خازي بردي برد زرارتنا ليه والله ما تخربي كسر نديتيه شيعت بين چه دبي بلاكو علي في قوتي عائشه جي عاجز بيه عائشه لو ما حتى داوي هر بيرانه ارتي كريه دروا اصل جيراتنا علي فقير وفكره خوكو عائشه چبكه راست قوتنا علي أبا نبو ناري حضرتي علي بتشتي قوتن تف دروا لو ما شيعة حتى أنا جي قد عايشة حسناكن ودلي واندا نين سر زمان خوجي دلي واندا عايشة زناكرية دلي واندا هواي جي عاجسن بتشعب جنا بيغمبر لما زناكن لعنة جلوانتين ولكن برا أوزان برا لعنة جنا بيغمبر بين أو بيغمبر يكون خدا قوتي جنوي ديوانا إذا ما كيوانا جنجوي ديوانا يعني أسامة برستك أسامة جد يا رسول خدا والله ما تشتكي نبي استي خانماته هم ظانم شريف وبقدر قيمته ور حاصل خدمت كارك وان هبي جنكي خدمته مالت كد بجوارت در حق عائشة دا چه زاني تعيبك ويهد ولا عيبك ويبتني هبو عيباي چيه دبي وقتك هفير تكر وهفير زانشنه دبي كاتشه ضعيفه دبي وقتك هفير تكر خواوي دهات فقيرش قلب هفير تخودات شو بزنو مريش قطعات هفيره ويدخل عيباي افا وكيد ما تعيبك عائشه نديتيه لا حول ولا قوه الا بالله ور حاصل جعائله اهل بيت خوب سوال حتى زينب خانم خود ناوي زينب قيزه جحش پیغمبر به زينب در حق عائشه داد بيچه حضرت عائشه بجا او زينب انه جنك پر باصل او قريشيه دبي ازوي بتنه نابر مدا او كبو ام بيجن چه حسدي کی هبو يعني هر دوجي عائله مازنن يا عائله هر دوجي بقدر قيمه النوا قريشيه دا يا كبجا متخص استيكفن بيشاي ويتخص استيكفن بيشامن ولكن في مساله دا قو يا رسول خدا حاشا والله ما تشتكي نبيستي اوجي تشتكي قال لك جوان ومازن بجا يا رسول خدا حاشا والله زي افتراء ناكم راست اب كرديت بين هيوي وزانتنا هيوي منه اما والله تشتكي مساله نبيستي يعني الشاهد وار حاصل جالي مالبات دا پیغمبر وظيفه خود که اجا صحابي ديم تماشاكم طبعا من ناحيه الاخرى الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يحقق ويطلب المساعده من الصحابه في يوم من الايام في المسجد يقول يا معشر المسلمين من يعذرني اي يعني ساعدوني هناك من يتكلم في عرضي وماذا افعل انا لا ادري فيقوم احد الصحابه يقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا أنا لا أرى غير الخير من أهل بيتي ولكن هؤلاء يتكلمون من يعذرني من يساعدني من يسكتهم يقوم سعد بن معاذ وهم يعلمون بأن الذي قال هذا الكلام هو عبد الله ابن سلول عفوا ابن سلول هذا واحد آخر عبد الله ابن سبأ السلول رئيس المنافقين وسبأ واحد آخر أحيانا أخربط عبد الله ابن سبأ هذا الملعون يعني ابن سلول فكان من الخزرج أنصاري من الخزرج وسعد ابن عبادة هذا من الأوس يقول يا رسول الله إن كان من الأوس لضربنا عنقه نقتله الذي يتكلم في عرضك وإن كان من إخواننا من الخزرج فإذا تأمر نقتله كذلك إذا أنت تأمر أحيانا وإن كان الشخص كبيرا قد يحصل عنده زلة يخطئ فيقوم أحد الصحابة من الأوس عفوا من الخزرج فهو يقول والله تكذب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة هذا سعد بن معاذ يقول أنت تكذب يا منافق والله لن تستطيع أن تضرب عنقه لأنك تعلم الذي قال هذا الكلام هو من جماعتنا شوف صحابي كبير جدا ولكن حصل منه هذا الزلة يعني هذا الخطأ وحاصل في النتيجة الرسول صلى الله عليه وسلم يطفئ الفتنة لأنه يقوم إلى بعض يعني هذا يقول أنت منافق هذا يقول أنت منافق وكلاهما ليس منافقين ولكن أحيانا يأخذهما الحمية هذا عشيرتي وهذا عشيرتي فحصل ما حصل بدأ الفتنة بينهما فأتى الرسول وأوقف الفتنة فلم يشعل مرة أخرى لأنه يعني هؤلاء الصحابة
حصل لديهم شيء لا يليق بهم، ولكن حصل. فماذا نقول؟ البشر دائما معرض للخطأ، علينا نعلم هذا إلى الأنبياء. تشتێک چێبوو جا پێغەمبەر چوو سەحابیا را گوت جالیکاریان بکەن لو گەلو سەحابیا یەک نکارە ئالیکاریان بکە، یەک نکارە زمانێ وانە ئینسانە ببڕێ، حەیرە وانە ئیفتیرا لە ژنا متکن ژنا من والله تشتێکی نەکریە. پێغەمبەر نکارە گەلو جەماعەتێ تشتێکیش بیر وانەکەن جانا کو ت سەرۆکێکی بیت هینکی تشتا ئەو سەریکی وەرە بگیژەتە ت نکاری هینکی تشتا بکی ملەت بێژە بۆ خۆت بێژە لۆمە سەریت گیژەتەیە. سەری گیشتە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام چ بکە نکارە تشکی بکە دەبێ یەک تنەقەی جوابام بدە، یەک تنە ئالیکاریام بکە. مزگەفتە داد بێژە سەعدی کوڕی عوبادە ji Ewsê evê ku vî derewanê derxistiye ji Xezrecê her du jî ensarî ne. Eviya dedibê ya Resûlê Xweda eger ev münafıqê hanê ku ji me be em ê serî jêkin em ê bikuşin. Eger ku ji Xezrec be ji qebîla me ya dinê be ku tu emir bike em ê serî jêkin. Divir de evan sahabiyê mazin Seعدê kurê Muaz sahabîkî pir mazin e gelek mazin e. O divê de feqîr û careka dî xelatîkî dike radibê ji vî Seعدê hanê radibêje münafıq tu nikarî serî jêkî wala tu derewat kî. Yani belak akrabayı ya, kabilaviye. Dipta ketvi galatiye hane. Yekê dinê ji kabîla Ews dibe wala te münafıqî çawa alîkariya va münafıqanê dike. Ya münafıqa jina peyxembera tiştek wiha gotiye û bi hev dikevin. La havle ve la kuvvete illa billah. Peyxember tê bi zorê destek nadin bisekinin. Yani şer derte ha. Sahabiya ew xasa mazin bi qedr û qîmet tê merhelekî dîfa'a münafıqa dikin. Ewan münafıqê ku jina peyxember xeber dane. Aleyhissalatu vesselam. داوی پیغمبر وانت سکنادن عقل وانت سروان مثلا وانت سکنه ام تماشا کن کا چاره چیه. في النتيجة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت أبا بكر ويجلس بجنب عائشة، والعائشة تقول أنا كنت أبكي ليلتين ويوم لغاية يعني من حينما خرجت من بيت النبي إلى أن ذهب إليها النبي، فهي تبكي وتبكي وتبكي. هي تقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأقرأ كلامها. النبي يقول بعدما يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله يقول يا عائشة فإنه قد بلغني كذا وكذا عنك، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. هذا كلام الرسول يقول يعني حصل ما تسمع الناس يقولوا هكذا، فإذا كنت بريئة الله عز وجل سينزل براءتك، وإذا كنت قد أخطأت خطأ فتوبي إلى الله، الله عز وجل يغفر الذنوب. انظروا ماذا تقول. هي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم ومباشرة تقف البكاء تقول والله يا رسول الله. طبعا هي أولا تطلب من أبا بكر ومن أمها أن تجيب الرسول، فيقول والله لا ندري ماذا نقول. فهي تقول ما أدري ما أقول. هي كلام سيدة عائشة والله إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. حينما تسمع كلاما عدة مرات شئنا أو أبينا يحصل لدينا نوع من القابلية، نسمع كأنه صحيح. 20 واحد لو يأتوا ويقولوا لنا كلمة واحدة الرجل الفلاني سرق، نبدأ مباشرة والناس نصدق كأنه سرق. فهي تقول هكذا يقول والله قد سمعتم هذا الكلام كثيرا وحصل لديكم نوع من القبول، يعني كأنني عملت هكذا. فلئن قلت إني بريئة، هي تقول والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، لأنه حصل لديكم نوع من القبول. حينما أقول أنا بريء والله يعلم بأني بريئة فأنتم لا تصدقوا هذا الكلام. ولئن اعترفت لكم والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقون. وأنا أقول حينما أقول أنا قد زنيت أقول أولا صحيح، شوف صحيح قد زنيت والله يعلم بأني لم أعمل شيئا. فهي تقول شيء ملفت للنظر من الغضب ومن الحزن ومن الألم. فهي تقول والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف، وهي تقصد يعقوب عليه السلام. من الألم ومن الحزن فهي تنسى أن يقول رسول الله يعقوب، فيقول أبو يوسف سيدنا يوسف عليه السلام. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سأصبر خلاص. فهي تقول قلت هذا الكلام، ومرة أخرى هي تجلس على السرير تمد حالها وتعطي ظهرها للنبي صلى الله عليه وسلم وتنتظر ماذا
يحكم الله بينهم وبين الجميع. طبعا حضرت عائشة پیغمبر پشت خبر ده چه مال ابو بکر دبی عائشه دبی ها دبی تشتكي وها چه بیه و تبهیستیه دبی اگر کت تشتكي وها نکر به ای خدای عز وجل وحی کی بشینه بیت بریئی تنکریه اگر تکیمانی کی کربه توبه بکه برای خدای تعفو بکه خدای توبه انسان توبه کار عفو بکه. حضرت عائشه دبیجه از دو شب دو روزه از دگریم وقتی خبر بیست دگریم دبی همه گرینم ساکنی دبی مجده بابی اخرا گو جکا جوابا پیغمبر بدن دبی والله گو امزان چه بش. حضرت عائشه دبیجه والله اگر که از بیجه من تشتکی وها نکریه خدا زانه من نکریه ون یقین ناکن چه ما یقین ناکن تماشا کن گلو جماعت تشتکی چه درسه کن مازن دما کو خبردانه کی گلک جراحات دوباره کرن هات گوتن انسان یقین که درو بجمر یقین که. حضرت عایشه دبیجه والله از بیجه من نکریه و خدا زانه من نکریه تشتکی وها تنجم من بریم ون يقيناك لولا بريها هاتيا قوتن وقبول كريا دي كاتيا دلوي دي اوك از بيجم من في تشتهاني كريا لي خدي زانا من كريا ونبيجهم بني تو باشا وتراس خبر ده وقت اعتراف كر تبيجا والله تشكي جوارا بيجم تنه تحكى حتى خدا بريارك بده حتى خدا قرارك بده دوي نافي ده حضرت عائشه بيجا من نافي حضرت يعقوب جبير واكر سوره يوسف هاتيه يا کو وقت تنجرات بجن يعقوب بجن والله براي حضرت يوسف بي والله قراوي خاد ابيات بجا والله فصبر جميل والله المستعان از صبر بكم وكيلي چارامتنا يعني ابيات بجا والله تشتكي اشوارا بجن وك بابي يوسف نزال بجا يعني جبير باد كج حزن زيدش الم زيدش كدر زيده نبي حضرت يعقوب نا عقلي وك بابي يوسف والله تشي قز بجمتنا از صبر بكم كان خدات بجا دوي نافهانه ده مباشرة وحيته. طبعا هي خلال لحظات يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعدما ينتهي الوحي فالرسول صلى الله عليه وسلم يعود إليه ويقول بشراك أو أبشري يا عائشة فقد برأك الله عز وجل. يأتي آيات سنقرأ بعد قليل هذه الآيات يأتي من الله عز وجل. وسيدة عائشة تقول كنت أتوقع بأن يرى النبي الرؤيا في حقي ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق ولكن لم أكن أتوقع بأن ينزل الله في حقي آيات يتلى إلى يوم القيامة فالله عز وجل أنزل بعض الآيات من سورة النور ويبين براءتها وأنها عفيفة وطاهرة والذين أتوا هؤلاء من أهل الكذب ومن أهل الافتراء. حضرت عائشة دبيجان مش خواد دقو پیغمبر دوی ناودن 3 دقیقه در واس نبو وحی هات پیغمبر علیه الصلاة والسلام وحی چوا رابو پیغمبر گو عایشه مزگینیش تر خدای عالم تپاک درخست خدای عالم تپاک درخست تشکی تنه یعنی وحیش تر وحی هات. حضرت عایشه دبی منش خواد گو والله بلکی پیغمبر خوکی بدینه در حکم داین لو را خوری پیغمبر اشتب راستن لمزان ندکر کو در حکم دا آیت پیروز ورن حتی رجا قیامت وان آیت ورن خوانده متخمین ابیا ندکر آیت اوان چند آیت که رب عالم عز وجل دبیجه او افتراء آنین ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم وانا كو افكي آنين اوانا جروبك كينا قوتي افك معنى افتراء يعني وحيهات در حق واندا. طبعا الشيء كذلك الجميل ام سيدة عائشة تقول لها اشكري رسول الله احمديه اللي على هذا الامر فهي تقول والله لن احمد الا الله عز وجل الذي برأني هو الله عز وجل. هذا كذلك امر ملفت للنظر وفيها ثقة عظمة ثقتها بالله عز وجل وكذلك هي تعلم بأن رسول يحبها وهي حينما تشكر تحمد الله الرسول لا يغضب لا يقول شيء فهي واثقة من محبة النبي وهي تقول سأحمد الله عز وجل الذي برأني مما أسند إلي. دبينا بدا وقتك وحيته دايك حضرت عائشة بك جرابش پیغمبر بجا مالا تابا که بجا سپاسیش تشکرای بکه به والله تشکر خدایت کمز آف پیغمبر ناک حضرت عائشة بجا دبی اوی کن پاک کرد خدا بود ناچل پیغمبر را نبی مالا تابا همچ خدا را رب عالم من پاک و تمیز درخست. چند آیت پیروز هاتنه اوان آیت هانه براستی آیت پرمازنن. امر مهم أيها الإخوة آيات كثيرة سنقرأ ولكن أبا أيوب أحد الصحابة تأتي زوجته إليه وتقول يا أبا أيوب هل سمعت بهذا الأمر؟
نقول نعم سمعت بهذا الأمر الذي حصل. هي تقول ما رأيك في هذا الأمر؟ يعني ماذا تقول؟ تصدق ما تصدق؟ انظروا إلى الإيمان والأخلاق الكبير. ونحن نقول اجعل نفسك في مكان الذي غيرك وبعد ذلك احكم، اعطي قرارك. هو يقول لها أي كنت تفعلينه إن كنت في مكان عائشة؟ هل كنت ستزنين؟ هي تقول لا والله لا. فهو يقول لها والله عائشة خير منك وأطهر، هي خير منك وأطهر. كيف أصدق بهذا الأمر؟ الإيمان العظيم يعني خلاص بدون ما يسأل، كما أبو بكر رضي الله عنه حينما يقول أسري بالنبي فيقول إن قال فقد صدق، خلاص لا يحتاج إلى شهود ولا إثبات. فهو كذلك يقول والله هي خير منك وأطهر، فأنت لا تقبلين هذا على نفسك، كيف لي أقبل هذا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كله كذب وافتراء ولا أصدق هذا الأمر أبدا. فهذا عظمة الإيمان أيها الإخوة. تشتكي غريب وعجيب. أبو أيوب صحابي قدر قيمته، قبر والي اسطنبول يعني كان ما بري ما كي بري چون ما هوني بري بچو قبر يديد زيارتي كريم وقول السلام عليكم يا أبو أيوب رب العالمين جيت بك جنتي إن شاء الله. أبو أيوب جناوي تيد بأبو أيوب دبيها دبيتها تشتكي وها بيس نو صدر حق عايشة ده وهاد بجن بأري والله مش بيستي دبيت تد بيتشي تماشي إيمان يبكن ها إيمان جرى جوابه دبي كتبي تشتكي وها بكي جنا خرات بيجه تبي تزنا بكي دبي نا والله زنا ناك والله دبي خديت زنا عايشة اشتا باكترو بخير ترى عايشة اشتا شريف ترى شو عايشة في تشتهانتك ایمان چقدر گوره ها چه قصه باوریه اون پیغمبره وانه بجنه پیغمبره علیه الصلاة والسلام. والله دبی عایشه تب شریف تره، عایشه تب قیمت تره. چه وی تشتهانه تفکری چه وازی بفکر بمكننا تشتهانه خدي قبولناك. طبعا آيات كريمات ولكن أحد الآيات الله عز وجل يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أي أيها الإخوة الذي يليق بكم حينما تسمعوا شيئا في حق أحد الإخوة لا تقول ما هو والله كنت أشك فيه، لا تقولوا هذا الكلام، قولوا حاشا. هل تقبلون هذا على أنفسكم أم لا؟ لا. فحينما لا تقبل على نفسك كيف تقبل على رجل آخر مثلك؟ فهذا دستور الله عز وجل. الله يقول كان المفروض أو الذي يليق بكم أن تقولوا هذا كذب، هذا افتراء، كان هذا يليق بكم ولكنكم لم تفعلوا هذا، هذا خطأ وقعوا فيه فعلينا ألا نقع فيه، وهذا أمر عظيم جدا. قانونك آياتك جمان آياتك خدا عز وجل آيات قالك دريجن زمان ما كيما منكارم خاينن خديت بجا تشتك لا أقوى بقالوا جماعتي قالوا إنسان جوانات بجا وقتك في خبردان هاد قوي ويبقوتا حاشا أفشقات ريوكم أصنع قالوا وها بقوتا أما مع الأسف وكاتب في خطأ هاني وفي غلطية هاني كر قالوا وانا قوتا يعني قالوا جماعتي يكي هاد در حق برادرك تشكي بوتا قو كاچاويش ناوي نظام چه الله راستها كرة تبيت وهناك ابن أبو أيوب شكر جناخرا قلت تدكي قناكم شتناكي عايشة جناكي يعني وهاب فكرن والله فلان كاس تزيه كريه تدكينا ولا زناكم اكتناكي أو ما تزيدك كاتا فلان كاس وا كاتا تدكينا كاتا شريفة لو كاتا شريفة خلقنا شريفة قي خدات بجل أفلا أقوى جرون وهابكن أما مع الأسف جارنا أم خشبير باتكن ها دبيشن حال بك الجم خدا جزاوي قالك يعني. طبعا في النتيجة ظهر براءتها والحكم الله عز وجل. الذين تكلموا بهذه الكلمة ثلاثة من المسلمين صحابة، امرأة أخت زينب واثنين من الصحابيين حسن بن ثابت وواحد آخر اسمه مصطح، هؤلاء زلت قدمهم فجلدوهم 80 جلدة وهذا الجلد كان كفارة لهم. ولكن الذي كان رئيس المنافقين والذي أشعل هذا الفتنة لم يعقب أو لم يأتيه العقاب لأمرين. أحدهما هو كان خبيث جدا لا يتلفظ صراحة. هناك كلام يقول الرجل الفلاني تكلم كثيرا ولم يقل شيئا، وهذا الرجل لم يتكلم ولكن قال كثيرا إشارة من هنا ومن هنا واللبيب يفهم من الإشارة. هذا أحد الأسباب ولم يقع في الفخ. ثانيا لأنه كان منافق
وعقوبة هذا الأمر تطهير للذي قال بهذا الكلام، وهو لا يستحق أن يطهر من هذا الذنب، بقى جرمه عليه في الآخرة، سيعاقب عليه يوم القيامة. ولكن الأخرى الذين عاقبهم كان كفارة وطهارة لهم من هذا الخطأ الذي وقعوا فيه. طبعا قانون ما كرت كرفيزا ما دريج يعني ام نكار دريج بكن تشتيك تشيبو وان سحب صحابيه مسلمان ها يك جوان جن تحب مير جزاي وان تشبو خدای عز وجل قو ابي كو بيجن فلان كاس زنا كري وشار حب شهاده وان تنبن حشتي دار قرون وانخن حشتي دار ايدي كان هي حج هي قالن جبونه برا فهم بكن عيبه يعني ولكن افيكو سروكي في تشتي هاني بو عبد الله هاني کس کی دنگی خجرانه که پیغمبر جزا ندای که سببی وی دست حکمت هنه یک جوان اویا گلک شیطان بو صراحة تشکی ندگو يعني تبيجي ولا خبر داينا لغورا وقت وانا دي نكت في دحف كانه في افتران نگو آد دویا و انگران انسان کو منافق به خدا عز وجل في دنیا دا جزا ناده که جبون جزای دا آخرت دا بمینه لأوان هانه بلا مسلمان بون اف لي خستنا وان بو كفارت بون گناه وان خدا عز وجل گناه وان باكر ان شاء الله ابياش بيو شكلانه فعم بكين خدا عز وجل موتبا ناموسا مبارزة محافظة بك ان شاء الله نرجو الله عز وجل ان يحفظ كرامتنا وعرضنا ان شاء الله وان يبعدنا عن اهل الفساد واهل الفتن ان شاء الله. ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.